توقفت وكلي ألم وحسرة أمام قرار الاتحاد القطري بإيقاف رئيس نادي الوكرة حسن بن محمد 6 شهور وغرامة 100,000 ريال. ليه؟ تصرف بعض التصرفات خلال مباراة في الدوري بين السد والوكرة. أيا كانت يعني اعتراضات، وبعدين بعد التصريحات بعد المباراة شاف الاتحاد القطري ان دي خروج عن القانون وعن النص، راح رازع هذه العقوبة اللي يعني بعتقد ان هي من القرارات المهمة جدا جدا التي ينبغي ان نقف نحن امامها. كم من رئيس نادي، يعني كم بلاش كم رئيس نادي ياما صال وجال في الساحة الكروية، اتهامات، تجاوزات، خروقات، اعتداءات دون اي قرارات. الكرة ما بتنضبطش الا بالقرارات الحاسمة. ولما نيجي نبص حوالينا هنلاقي انه البلاوي الكتيرة في الكرة المصرية انه التجاوزات كتير انما المواجهات قليلة، واللوائح اللي بتعرض ما بتجيبش نتيجة، القوانين اللي بيتم تجاوزها واختراقها امر مهم جدا عند كتير من الناس. بعض الناس من المسؤولين بيعتبروا انه الفتوانة هي اللي هتجيب النتيجة، الفهلوة هي اللي هتخلص، كلام ما بيجيبش نتيجة. نبص حوالينا عشان نكتشف ان احنا اذا ما كناش بناخد خطوة لقدام فعلى الاقل احنا واقفين مكاننا. ودي ودي الخطر الاكبر اللي بيواجه الكرة المصرية. نتكلم عن افاق ابعد، لكن بكل اسف الدنيا مش ماشية صح. شكرا لحضراتكم.